فيلمنا بيبتدي في السجن مع عصابة وهم رايحين للحمام عشان يأدبوا واحد اسمه بون، وفي الحمام داني بيحذر صديقه بون بعد اللي سمعه، ولما بتدخل العصابة عليهم بيخرجوا الكل ما عدا بون، وبيكونوا متضايقين منه لأنه بلغ عنهم قبل كده، وبيقولوا له إنهم هيسيبوا على وشه تذكار، لكن بون بكل برود بيقول لهم إنه هيعد لغاية 5 ودي فرصتهم عشان يمشوا من قدامه، وبيقلع التيشيرت عشان يستعد لهم، وبيبدأ العد وعند رقم 3 زعيم العصابة بيهجم على بون، لكنه بيطعنوا بالمفك وبيضربوا ضربة بيجيبوا الأرض. بعدها بيشتبك مع رجالته اللي مش بياخدوا في إيده غلوة وبيكسحهم عشان يتعلموا هما بيلعبوا مع مين، ولما بينتهي منهم بيقول لزعيمهم يبلغ كل الناس جوه وبره السجن إنه مش هيرحم أي حد يقرب له. وبعد شهور بيطلع بون من السجن وبيروح لبيت العجوز روبرتو عشان يأجر أوضة في بيته، وساعتها بيعرفوا على تمارا بنته صاحبة البيت، وبعد ما بتوري له الأوضة بتقول له إنها بتربي 3 أطفال، عشان كده ممنوع إنه يكون معاه أسلحة أو يكون منضم لأي عصابة أو يورطهم في أي مشكلة، فبيطمنها بون وبيوافق على شروطها. في الوقت ده بنروح لمكان غريب واللي بيدور فيه قتال الشوارع، وبنشوف 2 داخلين ضرب في بعض والجمهور متحمس وبيراهن عليهم، وواحد فيهم بيضرب التاني بكل عنف لحد ما بيقضي عليه وبيكسر دراعه. وفي نفس الوقت بتيجي عربيات لشخص مهم وبنعرف انه اسمه جيمس وبيكون معاه حبيبته أنجيلا، وكمان الحارس بتاعه هامرمان اللي بيبقى معروف بانه مقاتل شرس وخطير والكل بيخاف منه. وبيبتدي قتال تاني وبيراهن واحد اسمه بين على المقاتل بتاعه، وجيمس بيراهن على الدبابة هامرمان، وبيبدأ على طول القتال، وبيبقى هامر ضخم جدا لدرجة ان ضربات الخصم مش بتأثر فيه ولا بتحركه من مكانه، وبيضرب هامر الخصم ضربة مميتة وبيوقعه على الأرض فورا وبينتهي القتال، لكن هامر بيبقى في حالة هياج بتخليه يكمل ضرب في الخصم بكل عنف لحد ما بينهي عليه، وبيبقى بين خسر المصارع بتاعه وكمان خسر الفلوس بسهولة، وبيركب بعدها عربيته وهو متضايق، بس بيتفاجئ وقتها ان بون مقتحم عربيته وبيفهمه انه مش جاي يسرقه لكنه عايز يدخل قتال ضد هامر، فبيرفض بين لان محدش يعرفه فازاي هيقاتل اشهر مصارع، وبين ما بيكونش عايز يخسر تاني فبيديله بون فلوس وبيطلب منه يجربه في اي قتال، ولو عجبه يدخله في قتال مع هامر، وبيتفقوا هما الاتنين على كده. وفي الوقت ده جيمس بيجيله اتصال من الراجل الكبير فرانكلين اللي جيمس بيشتغل عنده، وبيأمره يخلص على واحد اسمه داريل، وبيوافق جيمس على طول، وبيلاحظ ساعتها ان فرانكلين كان بيراقبه. بعدها بين بياخد بون وبيتقابلوا مع جيمس عشان يعرفوا على المقاتل الجديد بتاعه، لكن جيمس بيلاحظ ان بون ما شالش عينيه من على حبيبته أنجيلا وكأن بون يعرفها او اتقابلوا قبل كده، وبيتكلم بون مع جيمس ببرود، وبيكون فيه سر ورا تصرفات بون اللي هنعرفها بعد شوية. وساعتها بين بيتصرف وبياخد بون بعيد عن المكان وبيحذره عشان ما يقربش لأي حاجة تخص جيمس. في نفس الوقت جيمس بيحذر أنجيلا انها تبص لأي حد كده تاني والا هتندم، وبيلاحظ ان أنجيلا مش بتحب جيمس. وتاني يوم بين بيبدأ فعلا يراهن على بون وبينظم له مباراة مع انه ما كانش واثق قوي في قوته، اما بون فبيراقب الخصم كويس وهو بيتدرب وبيفهم طريقة لعبه، وبيبدأ المباراة وبيوهم بون الخصم انه هيدافع، لكنه في لحظة بيهجم عليه وما بياخدش في ايده اكتر من دقيقة وبيناموا على الارض عشان يكسب الرهان الاول بكل سهولة. وطبعا بيتفاجئ بين بالمستوى بتاعه وبيبقى مبسوط قوي بعد اللي حصل، وبيوعد بون انه هيخسر جيمس كل فلوسه، وبيستغل بون الموقف وبيسأله عن أنجيلا، فبيقول له ان أنجيلا قصتها صعبة قوي لانها كانت مرات واحد من رجالة جيمس، لكن جيمس طمع فيها ولف قضية لجوزها وحبسه عشان ياخدها لنفسه، والاشاعات بتقول ان أنجيلا كانت حامل وقتها بس محدش يعرف مصير الطفل، ومن بعدها أنجيلا اتدمرت وبقت أسيرة عنده. على الناحية التانية بنشوف جيمس ورجالته قاعدين مع داريل اللي مطلوب منه قتله، والغريب انهم باين يعرفوا بعض كويس، وهنا بيطلب منهم جيمس يشغلوا مزيكا وبيبدأ يغني معاهم في انسجام، وبيكون ماسك عصايته وبدون سابق انذار بيخرج السيف منها وبيغرزه في داريل، وبيمسك المساعد الزوجة عشان ما تطلعش صوت في حركة خسيسة جدا. بعدها جيمس بيضرب فيه بغل وبيخلص عليه بالسيف زي ما فرانكلين طلب منه، ولما بيرجع جيمس لبيته بتعامله أنجيلا ببرود وبيبقى متضايق جدا كأنه منتظر بعد اللي عمله انها تحبه وتهتم بيه. وتاني يوم بنشوف جيمس وهو بيجهز اكل الكلاب، وفي الوقت ده بيجي المساعد اللي كلفه جيمس يجمع عن بون اي معلومات، لكن المساعد بيقوله انه عامل زي الشبح وملهوش تاريخ تقريبا، والمساعد بيفرجه على فيديو القتال بتاع بون وبيعجب جيمس باسلوبه، ومع ذلك بيكون حذر منه جدا. بعدها بيخلي المساعد يحط اكل للكلاب وبيقول للكلاب وقتها تهجم عليه، وفي اخر لحظة بيوقف الكلاب، وبيكون واضح انه شخص مجنون وبيحب يسيطر على
كل اللي حواليه. وعلى الناحية التانية بون بيلعب شطرنج مع العجوز روبرتو، وساعتها بيلاحظ روبرتو إن الطفل جارد واقف مع شباب السوق، فبيزعق للشباب وبيأمرهم يمشوا من عند بيته، لكنهم بيستهزئوا بيه لحد ما بيشوفوا بون واقف وراه فبيخافوا وبيجروا. وفي الوقت ده بيجيله بين وبياخده وبيروحوا المكان للقتال، وبيشوفوا بنتين في قتال عنيف، وواحدة فيهم بتبقى قوية جدا لدرجة إنها بتدمر البنت التانية وبتكسب. بعدها بيتكلم بين مع شخص تاني متعجرف عشان يتفق على مباراة لبون، ولكن بيقوله مش كل واحد شكله ضخم يبقى قوي، ومع ذلك بيتفقوا في الآخر على القتال. وبتبدأ المباراة وبيحلل بون ضربات الخصم، عشان كده بيقضي عليه من ضربة واحدة. وبيبقى بين فرحان جدا لدرجة إنه بيتباهى إن بون يقدر يهزم اتنين مع بعض. فالراجل بياخد الكلمة من على لسانه وبيأمر اتنين من مقاتلينه إنهم يكسروه، وبين بيكون عايز يتراجع لكن بون بيمنعه. وبيبدأ القتال وبيوجه بون ضربة عنيفة للأول بتقضي عليه، وبيمسك التاني يوقعه على الأرض وبيكتفه عشان يكسر دراعه ويهزمه عن طريق الاستسلام. وده اللي بيضايق الراجل، فبيأمر أكتر من واحد يهجم عليه، لكن بون بيبقى أقوى من أي حد. ولما بيطلب منه الفلوس الراجل بيرفض، وساعتها بيكسر رجالته اللي كانوا عايزين يدافعوا عنه، وبيروح ياخد منه الفلوس غصب عنه عشان يحرم يتحداه مرة تانية. وبعدها بتيجي المصارعة اللي كسبت قبل كده وبتدي رقمها لبون بعد اللي شافته. وبيبقى ده يوم سعيد لبين لأن أول مرة يكسب كده، لكن الراجل المجنون جه عشان يضرب عليهم نار، وساعتها بين بيطير بالعربية. ومن اليوم ده بتبدأ الصداقة والشراكة بين الاتنين، وبيدخل بين مباريات كتير وبيكسبهم كلهم، وبيبقى من أشهر وأقوى المصارعين، وبيكسب هو وبين فلوس كتير. وبيتدرب بون دايما على حركات جديدة عشان يزود قوته. وفي مرة بيرجع بون البيت وبيبقى عنده إصابة خفيفة، ولما بتشوفه تمارا بتقلق عليه وبتعالج له الجرح، وبيتكلموا الاتنين سوا. وبنفهم إن الأطفال اللي تمارا بتربيهم مش أولادها، لكنها اتبنتهم لأن ملهمش حد وما يعرفوش أهلهم. وبتقوله إن آخر طفل أخدته هو جارد من شهور، فبيسألها ليه جارد على طول واقف عند الشباك، فبتقوله إنه مستني حد من عيلته يجي ياخده. وكل اللي هي تعرفه إن أبوه اتسجن، أما الأم فما تعرفش طريقها فين. وبتقوله إنها معجبة بالتمرين بتاعه وطريقة حفاظه على لياقته البدنية، فبيبدأ بون يعلمها كام حركة من اللي بيتدرب عليهم وبيبقوا أصحاب. وفي الصبح بيدرب بون الطفل جارد وبتشوفهم تمارا وبتتبسط. وبنشوف بعدها جيمس بيطارد واحدة بعربيته، وبتترجاه البنت ما يخلصش عليها، وبتعرفه إنها ما خانتوش لحساب أي حد. ومع ذلك جيمس مش بيصدق كلامها وبيخبطها بالعربية عشان يقتلها بدون رحمة. وطبعا جيمس بيكون مسنود من ناس تقيلة ومش بيهمه حد، ولكن وهو راجع بيكتشف إن العجوز روبرتو شافهم وهما بيجروا وراها فبيسيبه ويمشي. وبالليل بين بيتحدى جيمس على أقوى مقاتل عنده وبيكون مجهز الفلوس، وبيقول لبون لازم يكون جاهز وإلا هيخسروا كتير. بعدها بيقدم المقاتلين وبيبدأ بالمنافس بتاعه هامر اللي الكل بيخاف منه، وفي نفس الوقت بيقدم المقاتل الجديد بون اللي مش بيهمه كبير ولا صغير. ولما القتال بيبدأ هامر بيهجم على بون بغشومية، لكن بون بيتفادى الضربات بثقة وبيهجم عليه بكل قوته وبيبقى أخف وأسرع. أما هامر بيبقى زي الطور الهايج بس بدون تأثير، عشان كده بون بيفضل يوجه له ضربات عنيفة لغاية ما بيديله الضربة القاضية. وطبعا جيمس بيبقى متضايق جدا إن المقاتل بتاعه خسر، لكنه بيدي فلوس الرهان لبين اللي بيكون خايف أصلا ياخدها منه. وبيقول لبون إنه معجب بأسلوبه الصلب في القتال وثقته الكبيرة في نفسه، وبيعزمهم هما الاتنين على حفلة في بيته. وتاني يوم في الحفلة بيلاحظ جيمس برضه نظرات بون لأنجلا وكأن فيه سر هو مش عارفه، وبياخد بون لمكان في بيته وبيقوله إنه بيحترم حياة المحاربين، عشان كده مثله الأعلى هو جنكيز خان اللي كان ما بيرحمش خصومه. بعدها بيفرج بون على السيوف بتاعته، لكن بون طلع ما بيعرفش يتعامل بالسيف. وبيكلمه كمان عن فرانكلين الراجل الكبير، وبيقوله إن الناس اللي فوق بتحب تعمل مباريات خاصة بيهم مش زي مباريات الشوارع، وبيبقوا كمان عاملين اتحاد لنفسهم. وفرانكلين اللي هو تاجر سلاح كبير واحد منهم، وعنده مصارع اسمه برايز اللي عمره ما خسر أي مباراة، وقوي لدرجة إنه خلص على حياة 4 أثناء القتال. وبيقوله إنه عايز يبقى من الكبار دول، وعشان كده عايز يراهن بيه ضد برايس، وإن الرهان للمباراة دي ب5 مليون، يعني يقدر يعتبرها مباراة العمر لأنه بعد كده هيبقى مليونير. وساعتها بون بيقوله إنه هيفكر، وبيعرفوا وقتها جيمس إنه ما بيحبش حد يرفض طلبه. في الوقت ده أنجلا بتدور على حاجة مهمة بس مش لاقياها، عشان نكتشف إن جيمس مسيطر عليها بالممنوعات واللي هو بيديها لها. بعد كده بيطلب منها طلب غريب بخصوص بون، لكنها بتتعصب وبترفض، ومع ذلك جيمس بيهددها لو ما نفذتش، وبيقول لها إن هي عارفة
عارفة كويس هو يقدر يعمل ايه، وبتروح فعلا لبون وبتاخده للأوضة بتاعتها، وفجأة بتسحب مسدس من تحت المخدة وبتحذره لو قرب لها، وبنعرف ان جيمس طلب منها تنام معاه وتصاحبه عشان يسيطر عليه، لكن بون بيطلع لها صورتها مع جوزها داني اللي كان صاحبه في السجن، وساعتها أنجيلا بتنهار من العياط، وبيعرفها ان اخر حاجة داني قالها له قبل ما يموت انه وصاها عليها وعلى ابنه، وانه هنا عشان يحميها، وبيقول لها ان هو وداني في السجن بقوا زي الاخوات بالظبط، لدرجة ان داني قال له لما يخرج من السجن هيبقى في انتظاره وهيبقى واحد من عيلته، لانه عارف ان بون ملهوش حد، لكن العصابة خلصت عليه بأمر من جيمس، ووقتها داني وصاها عليها وعلى الطفل، ولما بيلومها على الحالة اللي هي وصلت له بتقول له انها قاومت كتير، لكن جيمس دايما بيهددها بابنها اللي هي ما تعرفش حتى اذا كان عايش ولا لا، وانها خلاص ما بقاش عندها امل تهرب منه، فبيقول لها انه يعرف مكان ابنها وهيخليها تشوفه، وبنفهم ان بون عمل كل ده من البداية عشان ينقذها زي ما وعد صاحبه، وبيخرجوا من الأوضة وهم مبسوطين عشان يوهموا جيمس انهم قضوا الوقت سوا، وبيطلب بون من جيمس انه يسيب له أنجيلا كام يوم وهيبقى يرجعها له، ورغم غضب جيمس الا انه بيوافق على اساس ان بون يوافق على عرضه، وطبعا دي مش اخلاق جنكيز خان خالص، وبياخدها بون بعدها عشان يوديها لمصحة خاصة لعلاج الادمان، وبيتفقوا انها لما تبقى كويسة هيخليها تشوف ابنها، وتاني يوم بيروح جيمس الفيلا ضخمة عشان يقابل فرانكلين، وبيوري له وقتها شنطة فيها 5 مليون دولار عشان يراهن ببون ضد برايس المقاتل بتاعه، لكن الغريب ان فرانكلين بيرفض، وبيقول له ان اعضاء الاتحاد لازم يوافقوا كلهم، وبيتكلم معاه باسلوب فيه استعلاء، بس جيمس بيفهمه انه خدمه كتير ونفذ له كل المهام القذرة، ومن حقه ان يخدمه مرة ويضمنه عند اعضاء الاتحاد عشان يوافقوا، ومع ذلك فرانكلين بيكون مش متحمس للفكرة لانه حاسس ان جيمس عايز يبقى راسه براسهم ويقعد معاهم على نفس الترابيزة، ولما جيمس بيكون مصمم انه يراهن على القتال قدامهم بيوافق في الاخر فرانكلين انه يضمه، لكنه بيحذر جيمس لو خذله هيقضي عليه، ولما بون بيكون راجع البيت بيلاقي الشرطة موجودة، وبيتصدم بانه روبرتو مقتول في الشارع، وبيتأثر جدا من اللي شافه، وبيروح لتمارا اللي بتبقى منهارة من اللي حصل لروبرتو ومن الطريقة اللي مات بيها، وبيتعرفوا ان فيه شخص خلى الكلاب تهجم عليه لحد ما مات، وطبعا اللي ورا كل ده جيمس نفسه، وبيواسيها بون لحد ما بيغلبه من النوم، وبيصحى على صوت جيمس اللي اقتحم البيت، وبتمشي تمارا على طول، اما جيمس فبيقول لبون انه مستغرب عشان اخد منه أنجيلا وفي الاخر راح لواحدة تانية، وبيعرفوا انه جاله عشان المباراة اتحددت، وبيتفاجئ بون انه دفع 5 مليون دولار، ومع ذلك بيقول له انه رفض العرض بتاعه بعد التفكير، وبيبقى جيمس يسحب سيفه لكن بون بيكون اسرع وبيمنعه، وساعتها جيمس بياخد تمارا اللي جات على الصوت وبيهددوا بيها وبالاطفال لو ما اشتركش في القتال، ومع ذلك بيتراجع في اخر لحظة وبيسيبهم، بعدها بون بيدي فلوس لتمارا وبيطلب منها تاخد الاطفال وتختفي كام يوم لحد ما يقول لها ترجع، فبتوافق لكنها بتقول له لما ترجع مش عايزة تشوفه في بيتها تاني، وفي الوقت ده جيمس بيقول للمساعد يلم كل رجالته ويستنى اشارته عشان بعد المباراة هيخلص على بون وكل اللي معاه. على الناحية التانية بين بيكون في بار وبيدخل عليه هامر عشان يسأله عن مكان بون، وبيفضل يضرب بين بعد ما رفض يقوله على مكانه، وفجأة بيظهر بون وبيشتبك مع رجالة هامر وبيخلص عليهم كلهم لكن المرة دي بالسلاح، وبيروح لبين عشان يهربوا، وبعد ساعات جيمس بيجيله المساعد بتاعه بواحدة من اللي مشغلهم وبتقوله انها شافت أنجيلا في المصحة اللي هي شغالة فيها، فبيبعت على طول رجالته اللي بيقتحموا المصحة، ولما بيوصلوا لسرير أنجيلا بيتفاجئوا ان بين مكانها ومعاه سلاحه، وبيجي بون من وراهم وبيكسر رجالة جيمس في الوقت اللي بين بينهي على المساعد بتاعه، وبعد شوية جيمس بيكلمهم عشان يطمن لكن اللي بيرد عليه بون وبيقوله ان هو جايله عشان ياخد حقه، وطبعا جيمس بيكون في قمة الغضب، وبعد لحظات بيتصل تاني وبيطلب من بون يروح له وبيبعت له لوكيشن المكان اللي هيتقابلوا فيه، بعدها بيكلم فرانكلين وبيقول له القتال هيبقى النهارده، وفي الوقت ده بون بيروح على اللوكيشن وبيكون للفيلا بتاعت فرانكلين، ولما بيدخل بيقابله حارس وبياخده لساحة القتال، وبيكون جيمس واقف مع فرانكلين واعضاء الاتحاد، وبيقول لبون يجهز نفسه للقتال والا هيموت وبعد كده هيقتل تمارا وكل الاولاد اللي عندها، فبيقول لبون ان هو مصدقه لانه قتل داني صاحبه بعد ما لفق له جريمة قتل، وهنا اخيرا بيفهم جيمس ليه بون بيكرهه بالشكل ده وكان مركز مع أنجيلا من البداية، وبيقول له بون ان هو قتله عشان ملهوش لازمة وما يستاهلش واحدة زي أنجيلا، وبيكون بون مصور الاعتراف من غير ما جيمس ياخد باله، وبيبعت الفيديو لبين اللي مستنيه بره عشان يبلغ الشرطة ويبعت لهم الفيديو، وفي اللحظة دي بيظهر برايس وبيكون شايف ان بون مش من مستواه لدرجة انه مش بيغير بدلته، وبيبدأ القتال وكل واحد بيحاول يجس نبض التاني، وطبعا المستوى بيكون اعلى من قتال الشوارع، وبعد لحظات برايس بيوقع بون عشان يخليه يستسلم، لكن بون بيقدر يضربه وبيفلت منه، وبيوجه له برايس كام ضربة وبيتغرف نفسه اكتر، ومع ذلك بون بيواجهه مرة ورا التانية
لحد ما بيوقع برايس وبيبدأ يفقد ثقته بنفسه، عشان بعدها بحركة ذكية بون بيوقعه تاني وبيمسك رجليها عشان يستسلم، وكان يقدر يقضي عليه، لكن في النهاية بون هو اللي بيستسلم عشان يخسر نفسه ويخسر جيمس فلوسه. وقتها جيمس بيتجنن وبيسحب سيفه عشان يقاتل بون اللي بيقدر يتفادى كل ضرباته، وساعتها واحد بيرميله سيف عشان القوة تبقى متساوية، وبيبدأ القتال بينهم، وبون بيبقى ماهر جدا بالسيف وده عكس اللي وهم به جيمس. ومع ذلك بون بيستخدم بس الجراب بتاع السيف وبينزل ضرب في جيمس اللي ما بيكونش في نفس مهاراته، ولما بيحاول جيمس يطعنه بيعكس بون السيف وبيقطع به ايد جيمس بطريقة بشعة. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت الشرطة فبون بيهرب فورا، اما جيمس فبيقول لفرانكلين انه مش هيقع لوحده، لكن فرانكلين مش بيهمه. بعدها بايام بتوصل انجيلا لبيت تمارا عشان تشوف ابنها اخيرا، واللي بيكون هو الطفل جاريد، وبيكون اللقاء بينهم مؤثر. اما تمارا فبتشكر بون وبتقول له ما يمشيش لانه راجل شهم، وكان هدفه من البداية يرجع جاريد لامه ويوفي بوعده لصاحبه. فبيقول لها بون انه مش هيقدر يقعد عشان ما يسبب لهاش مشاكل، وبيسيب فلوس في ظرف، وبيطلب منها ان انجيلا وجاريد يفضلوا معاها. ولما بيخرج بيلاقي بين مستنيه وبيقول له انهم ممكن يكملوا شغل مع بعض، لكن بون بيودعه وبيعرفوا ان طريقهم مش واحد. وعلى الناحية التانية بنشوف جيمس وهو في السجن والعصابة بتروح له عشان تعمل معاه الصح، وطبعا عارفين مين اللي موصى عليه.